وحياة العظماء بصراحة هي ما بتتأرخ، وهي إلها كلمات بتتموضع بين لحظتين يحدهما وقتان متناقضان وغالبا متباعدان، بل هي البقاء الجميل الذي يرشح حبا ويعطر وجودا، حيث يصير الجديد والمغاير والأكثر قابلية للحياة مطية نحو آت، لا يكتب سماته غير المتوهجون بنور المعرفة والقابضون على لهيب الشوق والحالمون حلم الإنسانية هي قضية حياة. هذا هو أنطوان سعادة الذي قال يوما: كل ما فينا هو من الأمة، وكل ما فينا هو للأمة. الدماء التي تجري في عروقنا عينها ليست ملكنا، هي وديعة الأمة فينا، متى طلبتها وجدتها. أكيد مشاهدينا للتعرف على أنطوان سعادة أكثر رح نتابع معكم تقرير أعدته لنا زميلتنا مها خيربيك. في الأول من آذار من عام 1904، ومع بداية تفتح أزهار الربيع، سطعت نجمة الصباح لتضيء منزلا يكتنز بالعلم والمعرفة ببلدة الشوير اللبنانية، مبشرة بولادة طفل لأب قل نظيره، وهو الدكتور خليل سعادة، الطبيب والصحفي والكاتب ومؤلف قاموس من الإنجليزية إلى العربية. في هذا البيت الثقافي ترعرع المولود والذي عرف باسم أنطون سعادة، وتعلم في مدرسة قريته، وما إن تجاوز 8 من عمره حتى سجل أبكر مواقفه القومية ضد الاستعمار العثماني، حيث قام بإنزال العلم التركي عن سارية المدرسة ومزقه، وذلك في عام 1919 للميلاد. هاجر مع إخوته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك عمل لعدة أشهر في محطة للقطارات، وبعدها انتقل إلى البرازيل حيث كان المقر الجديد لعمل والده. في البرازيل أقبل على نهل العلوم بمواظبة واهتمام على يد أبيه، وانكب على دراسة اللغات بجهد شخصي، فتعلم البرتغالية والألمانية والروسية. اتجهت قراءته إلى الفلسفة والتاريخ وعلم الاجتماع والسياسة، وما لبث وأن شارك والده في إصدار جريدة الجريدة ثم مجلة المجلة، الذي طالب فيها بإنهاء الاحتلال الفرنسي واستقلال سوريا. واستبصر مشروع الحركة الصهيونية وخطره على سوريا الطبيعية. حاول في عام 1925 تأليف حزب لتوحيد أبناء الجالية السورية في البرازيل باسم الشبيبة الفدائية السورية، لكنه لم يلاقي النجاح. وبعد توقف مجلة المجلة عام 1928 انصرف سعادة إلى التعليم في بعض المعاهد السورية في ساو باولو البرازيلية، كما شارك في بعض اللجان التربوية التي أقامتها الحكومة البرازيلية. وفي عام 1930 عاد أنطون سعادة إلى وطنه من البرازيل، وبعد إقامة قصيرة في ظهر الشوير سافر إلى دمشق لدراسة إمكانية العمل السياسي فيها، كونها العاصمة التاريخية لسوريا، فمارس التعليم لتأمين رزقه، وكتب سلسلة من المقالات في الصحف الدمشقية، ومنها اليوم، القبس، ألف باء. وفي عام 1933 أعاد أنطون إصدار مجلة المجلة في بيروت لتساهم بتوضيح أسس النهضة السورية القومية الاجتماعية، وعلى صفحاتها ظهرت في المشرق العربي ولأول مرة دراسات تحليلية لموضوع الأمة. وفي عام 1935 اعتقلت السلطة الفرنسية سعادة وعددا من رفاقه بتهمة تشكيل جمعية سرية والإخلال بالأمن والإضرار بأمن الدولة، فأصدرت سلطات الانتداب الفرنسي قرارا بسجنه 6 أشهر، فأكمل خلالها كتابة مؤلفه العلمي نشوء الأمم، الذي صدرت طبعته الأولى عام 1938. وفي عام 1936، أي بعد أسابيع من الإفراج عنه، أعادت السلطات الفرنسية أنطون إلى السجن وتم سجنه ل6 أشهر. بعدها سافر إلى الأرجنتين ومكث فيها حتى أيار من عام 1940، وظل في مغتربه القسري حتى عام 1947، حينها حاول العودة إلى لبنان، ولكن الحكومة اللبنانية حاولت عرقلة عودته بحجة الحكم القضائي الصادر بحقه أيام الانتداب الفرنسي.
فبعد وصول طائرته إلى مطار بيروت أصدرت الحكومة اللبنانية في أعقاب الاستقبال الكبير مذكرة توقيف بحقه، ومن ثم ألغتها في تشرين الأول من عام 1947. وفي 7 من تموز من عام 1949 قامت السلطات اللبنانية وفق صفقة شارك فيها زعماء دول عدة بإعدامه فجر يوم 8 من تموز من عام 1949 وفق أسرع محاكمة في العالم. مؤلفاته: نشوء الأمم، المحاضرات العشر، الإسلام في رسالتيه المسيحية والمحمدية، ومجموعة مقالات كثيرة. وقد غادر هذا العالم جسدا باقيا في قلوب وعقول محبيه، رحل حاملا سوريا في روحه، مرددا في آخر كلمة نطق بها: تحيا سوريا. فألف رحمة لروح زعيم ما زال يعيش حتى يومنا هذا في قلوب محبيه، يعطيهم القوة والصلابة